مبدئيا انا مش شايف الماتش ان هو احسن حاجه، ومش خروج مشرف زي ما انت بتعتبر. بصوا يا جماعه، انا مشجع اهلي من صغري، من وانا لسه عيل مولود انا بشجع، انا بحب النادي الاهلي ايا يكن مين الاسامي اللي بتلعب فيه. مبدئيا كده حسين الشحات مع قفشه مع محمد هاني مع عمر كمال، هما الاربعه يخرجوا من النادي يعملوا فرقه ينافسوا بقى 8% يسموها 10%، لان مجهودهم في الملعب هو 10%. انا ما ببذلش اكتر من كده. ما تعرفش هو حلو ولا وحش، يعني واحد زي قفشه بيجي له لاك قدام الجول، ايه وانا اعمل ايه؟ تقيل بيقول لك انا بحب الكره الاسبانيه. انت ما اتفرجتش على الدوري الاسباني اصلا؟ انت ما اتفرجتش على الدوري الاسباني؟ لو اتفرجت وما اتعلمتش فانت لاعب فاشل. لا اصل انا واخد كريستيانو قدوه ليا، فين ده؟ فين ده؟ انت ابطا لاعب شفته في حياتي، انت اكتر لاعب بتموت اللاعب. بن شرقي، احنا قعدنا نقول بن شرقي احسن من تريزيجيه، تريزيجيه طلعتوا انتوا الاثنين يعني ما تفهمش. ثلاث انفرادات يا بن شرقي، ثلاث انفرادات، يعني ثلاثه انت والجون، مش ثلاثه انفرادات اللي هو عادي كده، لا انت والجون. ايه الحطه اللي انت حطها دي؟ انت جبت كميه الثقه بتاعتك ده عشان يا جدع في 100,000 قرار تاخده احسن من اللي انت عملته. عمر كمال، انت مستني ايه؟ طب باص، انت مش هتعرف تجيبها في ثلاثه قدامك، باصي انت مش لعيب مهاري، باص. لا بفكر في نفسي عايز اخد اللقطه. ايوه، انا بقول لك اهو في لعيبه في الملعب كان عايز تاخد اللقطه. اقسم بالله يعني جراتشار، انا سيبك من اي حاجه، انت مش بتاع اللقطه انا عارف، بس انت بتوقف ايه؟ انت بتهدي ايه؟ الكوره جايه لك، الحارس مفروش على الارض يا جراتشار، بتهوش مين؟ هو مفروش، حطها من فوق، شب من فوق يا جراتشار. استلامات غريبه. بص الحسنه الوحيده في الماتش ده هو زيزو، محمد علي بن رمضان، وقول ديانج ما يقعدش لحد. ديانج قاعد يمين. حمدي فتحي يا جماعه لما راح قطر، القطري خلاص يقف. كوره مين وبتاع مين عيب. ما عادش بقى الحقه بتاعت الشريط، ما عادش الجري. يا جماعه حمدي لعيب كبير، بس ما فيش، خلاص بقى، خلاص انت فاهم، انتهى. مروان عطيه ولا ديانج، محمد علي بن رمضان، احمد رضا، امام عاشور، اللي احنا والله العظيم لو كان معانا لكان جبت بتاع 6 9 10 تجوان النهارده. يا جماعه احنا مضيعين 10 فرص محققه، 10 فرص جوال. احنا نروح بورتو بجرصه النهارده برتغال. ان هم يتعادلوا معانا ده حاجه ده مش حلوه، مش حاجه ان انا افرح بيها. يا جماعه احنا عملنا ماتش عالمي، ريبيرو حط تكتيك عالمي، اللعيبه بدنيا واقعه، عندك دفاعك واقع كله. بيكهام انا كنت بقول حسنه ولاعب هادي على الكوره، ايه ده يا بيكهام؟ ايه التغطيات بتاعتك ده يا بيكهام؟ اشرف داري ده لعيب يا جماعه، ده لو لعيب محترف انت جايبه عشان ياخد مكان لعيب محترف مستواه كده، يابا رجعه المغرب، يابا وديه المغرب، يابا رجعه مطرح ما انت جبته، وياخد ايه عطيه الله ورضا سليم، عشان رضا سليم مش وحش بس اصاباته كتير، فياخدوا بعض هم الثلاثه ويمشوا. شكرا لحد كده. بس انت ليه تاخد لواحد مكان واحد محترف وانت اصلا اداك في الملعب ما هوش احسن حاجه؟ لا بالعيد، بالعيد ده احسن منه، احسن منه بمراحل كمان. يعني احنا لو جبنا بالعيد يعني اتفرج بقى على الكوره، عيل لعبه راسي. ياسر ابراهيم بقى 10 زي اشرف بن شرقي، قصدي اشرف داري. ياسر ابراهيم احسن من اشرف داري. اللي عنده اعتراض يطلع يقول لي كده في الكومنتات. لعيب جامد، لعيب جرينت، لعيب عنده عزيمه، غلطاته غبيه شويه، بتفلت منه، ايوه عنده سوء توفيق، بس لعيب ما بيبخلش عليك بنقطه عرق. لعيب هو السبب في الدوري اللي انت جبته السنه دي، بنيت عليه كتير. فمعلش بعد اذنك، لا ما تلعبنيش بقى ايه ولا اشرف، لا لعب لي بيكهام وجنبه ياسر ابراهيم، انا مرضى يا سيدي، بجد والله انا مرضى. ماتش، ملخص الماتش ده يعني ايه؟ انت عملت اللي عليك، طب ما عملتش كده من الاول ليه بقى؟ طب هي تريزيجيه ما رجعتش ولا ضربه الجزاء في الاول في انتر ميامي؟ عارف ضيف 100 ليه بقى؟ 100 ليه وليه 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 وليه؟ طب ليه يا ريبيرو ما لعبتش بالطريقه دي قدام انتر ميامي؟ طب ليه مش قدام بالميراس على التحولات دي؟ ليه مستنيين اخر ماتش؟ ليه مستنيين ان احنا نقع في خانه اليد؟ اللعيبه يا جماعه اصلا لما عرفت ان هم تعادلوا، اللعيبه يأسوا. تحس ان هم كانوا متابعين الماتش ايه؟ يابا ما تركز في ماتشك، اطلع فايز، خد 2 مليون دولار اسهل مره هتواجه فيها فرقه اوروبيه. انت يا عالم الماتش كاس العالم الجاي ممكن يبقى معاك مين؟ ممكن يبقى معاك ريال مدريد وباريس، ويبقى معاك ليله زرقاء ما تعرف تعدي. انت كده كده رايح، اصل انت لو بالفرقه دي ما خدتش افريقيا هتاخدها امتى؟ هتاخدها امتى؟ فهمني. ايوه انت محتاج تدعيمات، ايوه. عايز باك يمين، عندك كريم فؤاد، عايز واحد عليه محمد هاني ده يمشي، يمشي ما يقعدش. عندك كريم الدبيس، هات محمد شكري عليه وشكرا. وفين الباب ده؟ احمد كوكا ما يلعبش باك شمال يا جماعه، 100,000 مره دفاعيا كان خرا النهارده.
هو عمل اللي عليه بس هو مش مركزه. احمد كوكا يبقى في النص، تاخد منه في النص، تبني على ولا محمد ابراهيم اللي لسه عيل ده تديله، تروح لحسين الشحات بقى كبر وزهقنا. في 100,000 حاجه انت المفروض تصححها في فرقتك. انت فرقه معاك سكواد اسامي. انا عايز اشوف ده في الملعب، عايز اشوف ده على ارض الواقع. ما بقاش معايا كذا وكذا وكذا وكذا، مفيش الا لاعب زي زيزو مثلا اللي بيديني 100%، هو ومحمد بن رمضان. لا انا عايز الكل يدي 100%. انا وسام ابو علي من غيره انا ما عنديش راس حرب، ما عنديش مهاجم يا جماعه. جراديشار النهارده بيثبت لي ان هو يعني ايه، انا جاي اسد خانه يا جماعه، انا جاي اساعد، انا مش لعيب توب اصلا. هو ده جراديشار. هات يا عم مصطفى فيصل، هات يا عم مصطفى محمد. محدش في الدنيا ضد الانتقاد، حتى أنا لو بقول حاجة غلط أو تصرفاتي غلط، أو أنا لو يا جماعة أنا بتكلم بالشكل ده ليه؟ لأن أنا مش راضي. أنت طالما تقدر إنك تعمل كده من أول ماتش لعبته في كأس العالم، ليه ما عملتوش كده؟ ليه ما استرجلتوش؟ ليه ما كنتوش عندكم نكران ذات من أول ماتش؟ يا جماعة أسهل مجموعة إحنا هنبقى فيها أو هنقع فيها بعد كده، وهنندم على الفرصة دي. وأنت فرقة كبيرة المفروض إنك بتلعب مش على دور ال 16. يا جماعة إحنا أكبر من دور ال 16. والله العظيم انا شايف الاهلي اللي هو عادي جدا ياخد كاس العالم. ايه فرقك وفرق اي لاعب اوروبي في الدنيا؟ هو المينتاليتي العقليه. اللعيب ده بيبقى نازل واثق في امكانياته، واثق ان هو قادر ان هو يغلبك، غلبك نفسيا قبل ما يغلبك في الملعب. ليه انت ما بتبصش كده؟ ليه اللعيبه دي ما بتفكرش كده؟ انت متوفر لك كل سوبر الراحه عشان تأدي في الملعب، تنزل تضيع لي فرص تافهه زي دي. انا لو بلعب انا هجيبها، انت تجيبها، اخوك الصغير يجيبها، ابوك يا جدع يجيبها. حرام حرام انك تخرج بالشكل ده. انا مش راضي عن الماتش ومش راضي عن التعادل حتى. وفي الاول وفي الاخر ده رايي. انت لو اهلاوي هتبقى حاسس بيا. والله يا جماعه انا مقترح فكره تانية. يا ربنا يسامحنا على كميه الذنوب ويسامحهم على كميه الذنوب اللي خلوهم انا ارتكبها، لان انا شايف ان الموضوع في ايدك انك تعمل اداء تاريخي ونتيجه تاريخيه، ساعتها هنطلع نفخم فيه. بس دفاعيا واقع، مش ثابت، مش واقف على رجلك، مش عارف تفنش قدام الجون يا جدع. كان معاكم اخوكم في الله محمود السعيد. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتدوس سبسكرايب لو انت مشجع اهلاوي او غير اهلاوي. ويا ريت اتمنى يعني تقولي رايك في الكومنتات تحت. انت راضي؟ انت راضي ولا انت زيي شايف